ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. شوف زي ما احنا اشدنا بامام عاشور، ما ينفعش تغفل ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ناس كتيرة جدا شيلته خروج الاهلي من افريقيا عشان الكرة بتاعت سان داونز اللي في الثواني الاخيرة، ولو انه ده خطأ وارد. يعني الراجل مثلا ده حتى كرة خبط فيه من غير ما ياخد باله، يعني هو ما كانش واخد باله، يعني مثلا مش هو اللي شاطها ولا حاجة، وحتى لو هو اللي شاطها ولا جابها عادي وارد جدا انه ممكن لعيب يجيب جول في نفسه ويغلط غلطة. وبعدين في الاول في الاخر اي جول بيخش في اي فرقة او بتجيبه اي فرقة فهو نتاج مجموع عمل جماعي. ما ينفعش تشيل نتيجة للعبة جماعية الفرد. مفيش حاجة اسمها كده، تلعبش تنس. وارد ان فرد يخطئ، بس في الاخر هي لعبه جماعيه ما هيش لعبه فرديه. انا بقى عجبني ايه ردة فعل ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم لسه ما فيش من اسابيع قليله جدا، ما يكملوش اسابيع، بيخرج مع الاهلي من دوري ابطال افريقيا. الناس كلها بتحمله المسؤوليه، وانت ومش انت لازم تمشي يا ياسر وخلاص، الا انه بعديها باسابيع قليله جدا بتلاقي ياسر هو البطل بتاع اللحظات الأخيرة، البطل اللي متسبب بسبب وبشكل مباشر إن الأهلي ياخد الدوري. النهارده بالكورة اللي شالها ياسر إبراهيم من على خط الجون في ماتش سيراميكا في آخر ثانية، بالأسيست اللي عمله امبارح لأسامة أبو علي في آخر ثانية. ماتشين ب6 نقط، ال6 نقط دول أو عشان نكون أكثر دقة ب4 نقط، لأن الأهلي كان هنا متعادل. هنا حافظ على مكسب، كان ممكن يبقى تعادل فحافظ نقطتين، وهنا جاب جول المكسب اللي كان تعادل فزود نقطتين، فزود هنا 2 وزود هنا 2، يعني 4 نقط ياسر ابراهيم حافظ عليهم. حافظ على انتصارين او جاب انتصارين بدل ما يبقوا تعادلين. جول بتاع السيراميكا لو كان دخل كان هيبقى تعادل، خلصت، ما كانش هيبقى في وقت الاهلي يعوض. وامبارح الكرة اللي جابها اسامه ابو علي دي راحت، حاجه كان غالبا هيصفر خلاص. فانت النهارده ياسر لو انت بقى بتحسبها بشكل فردي، فانت لو انت حملت ياسر ابراهيم ان هو خرج الاهلي من دوري ابطال افريقيا بالهدف اللي هو ما كانش شايفه اصلا، ما كانش شايفها اللي جت في رجله ودخلت جول، فانت برضو تديله حقه ان هو السبب الاساسي والمباشر انه يكسب الاهلي ماتشين في ال50 متر الاخير، 50 متر ايه، في ال10 متر الاخرى في سباق اللقب، اللي بنسبه 99% هيكونوا سبب الماتشين دول. ماتش سيراميكا بالكره اللي شالها من على خط المرمى، وماتش البنك بالاسيست اللي عمله وسام ابو علي في اخر ثواني، هيكونوا الماتشين دول والهدفين دول هم السبب الاساسي والرئيسي في فوز الاهلي ببطوله الدوري المصري الممتاز دوري نايل في الموسم الحالي. ياسر ابراهيم واحد من اللعيبه اللي انا بحبها جدا وبحترمها جدا، لعيب راجل جدا محترم جدا. الاهلي كل ما بيحتاجه في اي وقت، يبقى راجع من اصابه بقاله فتره ما بيلعبش، تيجي تحطه في ماتش زمالك، تحطه في ماتش افريقيا، تحطه في اي ماتش، تلاقيه راجل وبيسد، تسمعلوش ابدا مشكله، مالوش يعني في الجو اللي هو ايه الشطشطه والفلفل والشطه اللي حوالين الكوره. هو راجل بتاع لعب وشغل واداء ومجهود بس. اتفرج على فرحة زمايله مين امبارح، اتفرج على اراء زمايله فيه وانطباعات زمايله عن اخلاقه وشخصيته. كل الناس بتحبه، كل زمايله بيحبوه، بيتكلموا عنه كويس جدا. فياسر ابراهيم واحد من اللعيبه اللي تستاهل ان هي تاخد حقها، خاصه انه من اللعيبه اللي ملهاش في البروباجندا. يعني ما بيقعدش يصيط لنفسه ولا في عنده حواليه شويه هتيفه بيقعدوا يصيطوه ويتكلموا عنه. فياسر ابراهيم امبارح عمل ماتش هايل، وكان واحد من اهم اسباب فوز الاهلي بهذا اللقاء اللي يعتبر حاسم في مشوار الاهلي للحفاظ على لقب بطولة الدوري.